الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة إلى أبي موسى الأشعري يقول له فيها: تحرى الحكمة ولا يغرنك السن، وإياك ومراق الأخلاق. ماذا يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك؟ إنه يقصد مسافة بعيدة في نفوس الناس، وهذه المسافة أخوتي في الله هي مسافة الحكمة، والحكمة لا تأتي إلا من نفس زكية. الله سبحانه وتعالى لما أتى لقمان الحكمة أتاها له فطرية، أي من الفطرة. وعلماء الأمة المتخصصين في هذا المجال قالوا إن الحكمة حكمتين: حكمة فطرية وحكمة أخرى مكتسبة. الفطرية من اصطفاه الله كلقمان وكالأنبياء وكالصديقين والصالحين، لهم الحكمة في كل أمرهم من وحي من الله سبحانه وتعالى. أما المكتسبة فهي التي يجب أن يسعى لها العبد حتى يزكي بها نفسه، لأن النفس، هذه النفس يجب أن تكون ذا حكمة حتى تعلم مراد الله سبحانه وتعالى. فلو عرفت الحكمة ما هي؟ قيل هي معرفة مراد الله ومقاصده في شرعه، في شرع الله سبحانه وتعالى. والحكمة أخوتي في الله تأتي من أمور، منها حسن العبادة، ومنها التفقه في الدين، ومنها ترك التكلف، ومنها أيضا، وهذا أهم ما يكون، مجالسة الصالحين. فإذا اجتمعت هذه الأمور في عبد ما توخى الحكمة، ثم تكتمل بعد ذلك الاكتفاء بآراء الآخرين من ذوي الفقه ومن ذوي الخبرة الذين قال الله عنهم: واسألوا أهل الذكر. أي أن هناك تخصصات في الحياة ولكل تخصصه وعلمه، فعليك إن أردت الحكمة أن تستوخي الحذر في أن تأتي ما لا تحب وما لا تعلم، بل تأتي ذلك من خلال المشورة لذوي الخبرة ولذوي الفقه ولذوي المعلومة.